ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ مستمرين مع بعض شوية في الحلويات اللي هي تكلفتها قليلة ومكوناتها بسيطة وما بتاخدش مننا وقت ولا مجهود. معنا النهاردة تورت بسكوت اللوتس والشوكولاتة، بس المرة دي مش هنعمله في الصينية بتاعة التورت، لا هنستخدم الورق بتاع الكب كيك معانا. هنبدأ بقى مع بعض كده بالمكونات. معانا هنا النهاردة 200 جرام من بسكوت اللوتس. لو ما عندكيش بسكوت اللوتس ممكن تستخدمي البسكوت العادي اللي هو السادة بتاع الشاي، اي نوع متوفر عندك. ده بسكوت لوتس، هو اسمه روتس. كنت شارية الربع كيلو ب25 جنيه. هنمسك بقى البسكوت ونشغل الكبة ونحط البسكوت نطحنه، ما تحاوليش تنعميه اوي، يا دوبك كده ضربتين. وبرضو هنا معايا 100 جرام من الزبدة المذابة. طبعا زي ما احنا عارفين ان كل نوع بسكوت بيختلف في الزبدة، فانت حطي الزبدة بالتدريج لحد ما تحسي ان انت لما تيجي تمسكيه ان هو مفتفت زي الرمل. ومعانا هنا الصينية بتاع الكب كيك، ووزعت فيها الورق بتاع الكب كيك زي ما انتوا شايفين كده. وجبت بقى البسكوت اللي احنا عملناه في الكبة مع الزبدة وابتديت احطه. حطيت طبق الاول وضغطتها كده بايدي او بايد الهون، تضغطيها ان هو انت تظبطي القاعدة، والجوانب دي بتعمليها برضو بالايد بتاع الهون، وبعد كده بتضغطي عليها بصوابعك علشان تثبت. دلوقتي بعد ما حطينا وسوينا البسكوت في الورق بتاع الكب كيك، هندخله الفريزر حوالي ربع ساعة على ما نحضر الحشوة بتاعتها اللي هي الشوكولاتة. زي ما قلتلك انتي مش مقيدة ببسكوت اللوتس خالص، هو كان موجود عندي، ممكن تعمليه بسكوت سادة. دلوقتي معايا 100 جرام كريمة لباني، ومعايا 200 جرام من الشوكولاتة. انا استعملت شوكولاتة سما اللي هي الدارك، كانت حلوة جدا والمذاق بتاعها كويس. كمان الكريمة اللباني ما كانتش مسكرة معايا التورت. انا هنا بقى ضفت الشوكولاتة على الكريمة اللباني ودخلتها الميكرويف حوالي دقيقتين. لو مش متوفر عندك الميكرويف بتحطي الكريمة اللباني على النار يا دوبك تغلي، وبعد كده بتنزلي فيها الشوكولاتة وتنزلي بمكعب زبدة، معلقة زبدة كبيرة، وبعد كده بتضربي بالمضرب اليدوي لما تلاقيها سلت معاكي. بتبتدي بقى تطلعي اللي هو التورت من التلاجة وتنزلي بالشوكولاتة على البسكوت، وبعد كده بتدخليها التلاجة لمدة 6 ساعات أو على ما الشوكولاتة تتماسك. أنا كنت عاملة الوصفة دي بالليل وطلعتها الصبح، وده كان شكلها بعد ما خرجت. دي تعتبر من الوصفات السريعة معاكي، ممكن تعمليها في عيد ميلاد، ممكن تعمليها لو انتي عندك عزومة. سريعة وسهلة، وتعتبر برضو من التكلفات القليلة. وده شكلها بعد ما خرجت من التلاجة تاني يوم. بنشيل الورق بمنتهى السهولة من حوالين التورت. زي ما انتم متعودين معايا يا حبايبي، هتلاقوا المكونات عندكم في صندوق الوصف والبدايل. وكمان المرة دي هحطلكوا التكلفة بتاعتها، هحاول كل مرة احطلكوا التكلفة بتاع الحلويات اللي احنا بنعملها مع بعض. شايفين متماسكة وشكلها حلو ازاي؟ يعتبر ما خدتش وقت في العمايل بتاعتها معايا، حوالي ربع ساعة. هي بس انتي بتحطيها في التلاجة شوية على بال ما الشوكولاتة بتتماسك. يا ريت لو عجبتكم الوصفة تدوسوا لايك للوصفة واشتراك في القناة، وشكرا وبالهنا.